السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم سلطة خفيفة لتوانم الصيف بالبطاطا. تجي روعة في البنة حبيباتي. ما تنسوناش بلي جامل لي كومنتار شابين كيما نتوما. شوفوا البنات، هنا عندي واحد 5 حبات بطاطا، قطعتهم هكا شوية كبار بهذه الطريقة ونديرهم في الكسكاس. راح نكمل كاع الكمية كما راكم تشوفوا هكذا. وشنو ما ترقوهمش بزاف هكذا البنات حتى نكمل الكميه تاعي كاع. عندي حبه زروديه، برك ما تكثروش الزروديه، نقطعوها رقيقه كما راكم تشوفوا هكذا، مكعبات رقاق هكذا. وراح نحطوها، ما خلطوهاش مع البطاطا، نحطوها بجنب. وعندي شويه تاع جلبانه ثاني راح نديرها معاهم هكذا. هذه حبه برك كبيره تاع زروديه، ما تكثرش زروديه، نديرهم كل وحده في جهه. راح ندير لهم شويه ملح ونديهم يفوروا البنات هكذا. من جهه عندي هذا الخيار المخلل، عندي غير 3 حبات، وعندي البصل ثاني هذا المخلل نسحقوهم في الوصفه هذه. درتهم في الماء البنات خاطرش هذا الخيار يجي مالح بزاف، وحبيت نتخلص شويه من الملوحيه تاعو. درتو في الماء وخليته، ومن بعد جيت نقطع فيه وراح نعاود نديرو في الماء باش يتنحى له كاع هذاك الملح، يجي هو مالح مالح بزاف هكذا البنات. وحتى هذاك البصل راني درتو في الماء باش يتخلص شويه من الملح هكذا. هنا بعد ما فارولي البنات، فارت لي البطاطا وطابو كلش. شوفوا البطاطا فقط اللي درت لها شويه تاع زبده باش تعطيها واحد البنه في السلاطه تاعنا. تجي روعه. واحد المغرفه صغيره فقط نديروها للبطاطا ونخلوها تبرد البنات، نخلوها هكا كيف بالكسكاس تاعها ونخلوها تبرد باش نجو نوجدوا السلاطه تاعنا هكذا. هنا راني حطيت البطاطا بعد ما بردت لي، وراح نوزع هذيك الجلبانه والزروديه شغل نديرهم طبقه بطبقه. البنات اي شلاضه تاع بطاطا مفوره ولا ما تحاولوش انكم تخلطوها بالفرشيطه ولا كهكا كاستيس فقط، خاطر شغل تتعجن لكم وتبدا الشلاضه تاعكم ما تعطيلكمش منظر شباب. دائما كي تستعملوا بطاطا مفوره ولا مغليه حطوهم طبقات طبقات، ومن بعد فرغوا عليهم الفينيغراد ولا واش راح ديروا. هنا البنات عندي نص حبه صغيره تاع بصل كيما ندير انايا، نديرها في الملح وشويه ماء ونعصرها ونديرها. هذاك الخيار اللي درته ثاني نحطه، شوفوا راني حطيت شغل بالطبقات هكذا. عندي شويه زيتون، خيروا اي نوع، انا نحب هذا الفيولي هكذا. حطيت كلش ونزيد ندير هذاك البصل المدور. شفتوا شلاضه تاع البطاطا شحال تحب البصل هكذا. وعندي حبيبات تاع البيض، نختمها بحبيبات تاع البيض، راح نقطعهم ولا كما حبيتوا ديروهم هكذا. انا قطعتهم على زوج وستفتهم هكايا. اللي تحب تكرفج كاش حبه ولا ديرها من الداخل مع البطاطا تجيكم ثاني بنينه. تحبوا تزيدوا الفرماج البنات، المايز، انا اكتفيت بهذا القدر هكا باش تكون شويه اقتصاديه. وهذيك الحبه اللي بقات لي حبيت برك نزيد كاسي بها الالوان هكذا البنات. دوكا هنا البطاطا تاعنا راهي مالحه، رانا مطيبين كلش في الملح، والاخرين فيهم شغل هذاك الخيار فيه الملح وفيهم كلش. تما راح نديرو غير الزيت شويه خل فقط، مش راح نديرو فينيغراد زعما هكذا برك. والبطاطا درنا لها شويه زبده باش ما تشربناش الزيت زيتون بزاف وتجي البنه تاعها روعه هكذا البنات. دوكا راح نجي نسقيها بزيت كميه مليحه تاع زيت زيتون هكذا.
شربتها بزيت زيتون تجيكم مروعه البنات. تحبوا ديروا رشه تاع معدنوس ديروا، انا درت لها شويه هنايا تاع خل. وفي الاخر تحبوا تزينوها بالمعدنوس، انا ما كانش عندي المعدنوس، قطعوا شويه معدنوس وديروه من الفوق. البنات نصيحه، الطوماطيش ما ديروهاش باش ما تطلق لكمش الماء تاعها، تجي عيانه. تحبوا في اخر لحظه كي تجوا راح تقدموها تحبوا ديروا طماطيش ديروا الطماطيش، انا ما نستعملهاش في منين داك وين نديرها. هذه هي النتيجه البنات، سلطه صيفيه بامتياز. ان شاء الله تعجبكم طريقتي وتنال رضاكم البنات. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.